بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. أستمر في الحلول وسأتناول قيمة أساسية أتناول معها ضمنيا ما كنت قد أغفلته سابقا أو أجلته، وهي تناول فئة أساسية لم أتحدث عنها، وهي فئة العدالة أو فئة القضاء. أنتم تعرفون أهمية القضاء، ولا أظن أنكم في حاجة إلى أن أوضح لكم هذه الأهمية. الدولة هي القضاء، الدولة هي القضاء، والقضاء القيمة التي يدندن حولها هي العدل. بوجود العدل هناك قضاء، بوجود الظلم هناك استبداد، هناك مؤسسة فاسدة. هذا هو كل شيء. العدل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله يتحدث لنبي الله عز وجل: يا داود أن يحكم بين الناس بالحق. أنتم تعرفون أن مدار الإشكال عندنا أن كل مؤسسات الدولة سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكنها أن تسير إلا بضمان واحد، هو قضاء عادل. لأنه أينما وجد الناس وجدت علاقات، وجد ظلم، وجد ظالم، وجد مظلوم، وجب أن يكون هناك عادل يحكم بين هؤلاء، يفصل بينهم في المنازعات. وعندما ترى دولة ما متخلفة ومؤسساتها متخلفة فمعنى ذلك أن الفساد استشرى وأنه أصبح هو الغالب. هذه قاعدة عامة. إن الظلم والرشوة والفساد والسرقة كلها سمات من وجهة نظري للتخلف للسنين العجاف وواقع العصور المنحطة. هذه ديروها بزاف. شوف شي بلاد هكا عرفها كديرة، عرف بأنه ما فيهاش عدل. في المغرب أصبحت المحكمة هي المكان الغير مرغوب فيه من طرف المواطنين. تيقول لك إلا بغيت تقلع على شي واحد حقه دخلو للمحكمة باش تقلع عليه حقه بالقانون، حيت الذي سيأخذ حقك فاسد ومفسد مرتشي. وقضاؤنا في المغرب لا أعمم ولكن استشرى فيه الفساد، وعلى أهله أن يتذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وهذا لا يكفي، هذه موعظة. أنا أعرف أن الله عز وجل قال وصنا بأن نعظ، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولكن علينا كذلك أن نجعل هناك مؤسسات تراقب هؤلاء القضاة. ربما قد تكون موجودة أو هي موجودة مفتشيات القضاء، ما بالك إذا كانت هذه المفتشيات هي أصابها ما أصابهم بيولي عندنا مشكل. إذا جسم القضاء في المغرب عليه أن يعالج ذاته بذاته. هناك قضاة شرفاء يعانون، هؤلاء هم خيرة هذا البلد، هؤلاء هم الذين يضمنون سير الحق والعدالة في هذا البلد، هؤلاء هم الذين يسير بهم البلد الآن ما بقي منه.
ولكن عليهم واجب أساسي، أن يصلحوا من الداخل، أن يثوروا على المفسدين. وما لم يثوروا على المفسدين فإنما يمكن أن يدخلوا في تزكية الظلم، وهذا أمر خطير في الدنيا والآخرة. إن القاضي كما قال صلاح عبد الصبور لا يفتي بل ينصب ميزان العدل، لا يحكم في أشباح بل يحكم في أرواح. هذه الأرواح أغلاها الله. أيها الإخوة، عدلنا مصيبة أنا شخصيا عانيت منه. أنا ظلمت في أمور اقتصادية برشوة، ومشيت تنسول قالوا لي ديك الساعه جي عندنا قبال ما ندخل المحكمه باش نقادوا الامور قبال. انا جيت من الارمان تمشي بليه، انا جاي مسكين كانبو عند المغاربه، ولكن ماشي كانبو، انا راجل معقول. انا ما مستخش ديك الساعه باش نتوسخ معاهم، وما رضيتش نتوسخ معاهم، وما بغيتش نعطي ديك الرشوه، وقلت يمشي لي حقي وما نعطيهمش الرشوه، وما عطيتهاش الحمد لله، ومشى لي حقي والحمد لله. ولكن واحد القضيه انا ما عرفوهاش، وانني وكلت الله، والله عوض لي. ياك مشى لي حقي، هذاك الحق اللي مشى لي عوض رجع لي، ما درتش فيه جهد كبير. إن هذه الفئة، فئة العدل، تتحمل من وجهة نظري الوزر الأعظم الذي لحق هذا البلد، والذي لحق فساد أهله، فهي بظلمها تفسد أهل هذا البلد. وأظن أنها تشترك مع النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية في الشر الذي يصيبنا في هذا البلد. دائما أتحدث عن المفسدين، لا أتحدث عن الصالحين في كل أشرطتي. لا تأخذوا كلامي وتقطعوه. هذه الفئة التي يفترض أن تفصل في النزاعات، وأن تسهر على رد الحقوق لأصحابها، وتضرب على أيدي الظالمين الفاسدين المفسدين، أضحت في غالب الأحيان منطلق الدم وسبب الاعتداء. وفي كثير من الأحيان حامية لأهل المال وأهل الجاه وأهل السلطة وأهل الحسب والنسب. تليفون تتحول الأحكام، بإمكانات برشوات تتحول الأحكام. القضاء لكانوا فيه 10% القضاة مفسدين راه فاسد، راه خصيص تحرص. إن 10% من القضاة هي 10% من قضايا المجتمع، هي الآلاف من القضايا. هذاك هو القطاع اللي خصو ما يكونش فيه الفاسد، إذا كان فيه نضربوا ليه على يديه. نمكنوا القضاة من إمكانات مادية محترمة، ولكن خصهم يقوموا بواجبهم. نحن نلجأ إليكم، نلجأ للقضاء يحمينا من أنفسنا، يحمينا من غيرنا، يحمينا من المتسلطين، فإذا به يصبح أحد المتسلطين. وهناك ظاهرة أخرى تلاحظ أنايا بعض القضاء في القضاء تيجيبوا شي قضاة جداد ويا صغار ويا دراري صغار، وباقي ما عرفناش شنو هي الدنيا، 26 27 28 سنة تيعطيو جلسة. وأنا يعني دائما أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال حديثه المشهور
عندما أمرنا بأن نتعود من إمارة الصبيان. في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: تعودوا بالله من رأس 70 وإمارة الصبيان. والحديث رواه أحمد. لذلك علماء قالوا لا تصح إمارتهم. فالحين تنجدوا حنا شي بعض قضاة صبيان والله لا درا صغار تيجي جالس في القهوة هنايا مقصر هنايا مفجج هنايا كاع ما عرفش الحياة عطاو جلسة. لا خصنا باش نصلحوا القضاء ماشي نزيدوهم الفلوس، هذا التحصيل حاصل. يجب أن نعيد النظر في معايير اختيار الطلبة الذين يدخلون إلى معاهد القضاء، ويجب أن تكون هذه المعايير دقيقة، أهمها الاستقامة وحسن الخلق والقناعة، وإذا لم تكن فيهم هذه الصفات نعمل على ترسيخها فيهم ونواكبهم بالتكوين المستمر ونذكرهم دائما. يحتاجون إلى الذكرى دائما. قلت هذه القضية، هؤلاء القضاة أو هذا الصنف سأتحدث من خلاله على الصنف الرابع من القيم التي بالنسبة إليه هي الحل، وسميتها قيم العدل. وأنظم هذه القيم كالتالي: أنا من وجهة نظري أن العادل هو الذي يحترم حقوق غيره. ليس العدل الآن هو القضاء فقط، ولكن العدل فيما بيننا كذلك هو مناط كلام الآن. العادل فينا هو من يحترم حقوق غيره ويمسك نفسه عن الزيغ والهوى. شحال صعيبة هذه. ويؤدي واجبه ويعترف بجهد الآخرين. واش حنا بيناتنا تنعترفوا بجهد بعضياتنا؟ ما كاين يضرب تحت حزام، ما تيعرفش ما تيدير ما كذا ما كذا ما كذا تيخربق ما معاك. وجب الوقوف على هذه القيم مجتمعة لأنني أعتقد أنها تجيب على التساؤلات التالية: كيف أحترم حقوق الآخرين؟ كيف أقوم بواجبي؟ أين أضع الآخر مني؟ كيف أجزيه عن أداء واجبه؟ هذه محتاجين هذا التقدم. كلها أسئلة كيف، والأسئلة كيف هي أسئلة التقدم. أسئلة كيف هي أسئلة التقدم، ماشي ماذا. بطر للمريخ ماشي بطر المريخ ماذا أريد أن أطير إلى المريخ، لا كيف ستطير، أمرها صناعة وعلم. وحتى التقدم كيف سنتقدم، كيف، حتى نقول كيف أحترم الآخرين، كيف. لا يمكن تحقيق هذه الواجبات أيها الإخوة الكرام السابقة الذكر بدون ربطها بقيم العدل. الحق، ما الحق؟ هذه القيمة أيها الإخوة الكرام التي هي داخلة في العدل، هذه القيمة تتوجه بالأساس إلى أقوالنا وأفعالنا. فمن مظاهر الانحطاط القيم في مغرب اليوم غبن الناس حقوقهم إن قولا أو فعلا. فنحن نستحسن من الأقوال والأفعال ما وافق هوانا لا ما وافق الحق. ما تنقلبوش انت تقولوا واش هادشي حق ولا ماشي حق، هي واش بغيتو ولا ما بغيتو. أنا شوف الجامعات، مجالس الكليات، اجتماعات رؤساء عند اجتماعات رؤساء الشباب فيما بينها، اجتماعات الأساتذة فيما بينها، اجتماعات الإدارات المختلفة فيما بينها، اجتماعات الحكومة، أحزاب سياسية، البرلمان، تلقى الغوات ديال 10 غوات. لا نبحث عن الحق ونتبعه. الهوى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، تولي عندنا الله ديالنا هو الهوى، تيعبد الإنسان يا رسول. فنحن نستحسن من الأقوال غالبا والأفعال ما وافق هوانا لا ما وافق الحق. هذه صعب، لأنه أصلا لا يملك العلم لكي يعرف الحق أو يصل إلى الحق. إنسان اللي ماشي عالم أن يعرف الحق صعب عليه باش يعرف الحق. إذن هذه القيم مترابطة فيما بينها، سلسلة مترابطة. إذا ما كنتيش تقرأ وعالم ما يمكنش تعرف الحق. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حتى في الدنيا عادي،
ولا يضبطنا في ذلك ضابط. وفي هذا الأمر نزدوج كذلك، فتارة نقبل ما طابق القواعد والمبادئ الأخلاقية الإسلامية، وتارة نقبل ما وافق المعايير الأخلاقية الغربية، حتى أننا أنفسنا في كثير من الأحيان لم نعد نعرف في كثير من الأحيان ما الصواب وما الخطأ، حتى نتضروا تنجلوقي نظرا لماذا؟ لتلك الأسس أو المرجعيات العليا ما ضبطناهاش، ما فرقناش فيها، ما كناش واضحين معها. إذ نقوم غالبا بترقيع حق بتمزيق آخر، تنقع شي حق تمزق واحد آخر. قد هزلت قيمة الحق عندنا في نفوسنا حتى فقدنا ما يدلنا على ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون. ولا قيام لمغربي الغد بدون تربية على هذه القيم، قيم تعرف الناس بحقوقهم وكيف يصلون إلى هذه الحقوق، وأهم من ذلك تؤسس فينا احترام حقوق الآخرين من جهة ثانية، وهذا العنصر يدفع الظلم على الفرد ويمنعه من اقترافه. جوج تدفع عليك الظلم ولكن تمنعك انت، لأن الدوافع الذاتية استحضرتها في أثناء التربية على القيم، كونتها في الفرد، استدخلها، أصبحت جزء من شخصيته. تكلمنا على الحق، الآن الواجب. لا تقدم ولا خروج من التخلف بدون أداء الواجبات، لأن هذه الواجبات هي حقوق الآخرين، بها يكون الوجود أو لا يكون. فأداء الواجب عندي شخصيا أنا مقدم عن طلب الحق في فترة التخلف، فلغة الحقوق هي السائدة اليوم، أما الواجب فهو غائب في حكم الغائب. إذا في التربية في هذا الجانب والتوعية في هذا الجانب من شأنها الدفع باتجاه قلب هذه المعادلة السائدة اليوم، وهي بغيت أنا حقوق وواجبات. وشوف واش يوقع في التعليم، شوف واش يوقع في الجامعات المحلية، اش يوقع، وكل شيء بغى وحتى واحد ما يدير، ومني طلعتيه كاع الفلوس وتيولي لاباس عليه تيشد كاع صالير في 6000 ولا 7000 ولا 8000 درهم وما تيديرش خدمته، ويتسمع شي ترقية بشي طريقة خصو يجري لها. القناعة في الحياة خصنا نتعلموها. راه أوروبي تيشد 1200 أورو ولا 1300 أورو كاري ب 400 ولا 500 أورو تيعيش لاصق، ولكن عنده فلسفة في الحياة، عنده نظام في الحياة. تيسعاش يدير بحالنا، بغا يدير ستاس وبيبني الدار، هذا معلم أخويا ولا أستاذ جامعي بغا يدير لك فيلا خصها 200 مليون، منين تجيب أخويا؟ ما غاديش تخدم، غتبقى تفكر لنا في الفيلا، الطوب والحديد والفايونس والخربيق مش فارقين. حيت فن الحياة مع الناس، وكري وعيش تموت الله انك كتبغي تفكر في ولادك تخلي ليه دار ولا فيلا، اش بيدير بها؟ موت سيدي دي معاك الواجب ديالك اللي اديتي. واعلم ان ليس لك من هذه الدنيا الا ما اكلت فافنيت وما لبست فابليت وما تصدقت فابقيت، اما ما دون ذلك فاعلم انك ذاهب وتاركه للناس. خاطرك هي العلم موظف بسيط تي 3000 درهم بغا يدير لك الساس ولا يبيع، بغا يدير الارض بقعه، واللي عنده ارض بغا يجوز، اللي عنده جبل ثلاثه اللي بدل 4 في المغرب عندنا بزاف ديال الدور وكلشي مسدود تحت المساكن الازمه، حتى الله السيسه مسدودين فيها 3 ابارتمون ساكن تحت وجوج خاويين فوق، واحد اخر شايف في الشارع ما عندوش فين يسكن، ومقلوبين حنا. وفي هذا الاطار كاين العنصر الثالث وهو المساواه. المغرب اليوم مغرب الامتيازات البشعه، بل اكاد اقول ان اهله على طبقته. اولى واحد الطبقه تستفيد دائما وابدا وليست مطالبه باداء اي واجب، موجوده، واخرى تؤدي بعض الواجبات ولكن تطالب بكل الحقوق، واخرى عليها ان تؤدي الواجبات وكفى ما عندها كاع الحقوق، ورابع اخرج نفسها من ذلك كله فلا واجب لها ولا حقوق. وفي وضعيات التي ينتقل الانسان المغربي السياحه بين هذا وذاك، خصنا نتساواو في العدل، نتساواو في كل شيء، وجه
أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.